يلا سلام عليكم. عليكم السلام. حي الله السيد ابو علي. الله يحفظك. صلى على ما ادري محمد. اسمك اسمه. صلى على محمد وآل محمد. حي الله السيد ابو علي. الله يسلمك ويصلي عليك ويحفظك. انا سعيد اني بتواصل معك سماحة السيد. الله يحفظك. كنت اقرأ قرآن منذ قليل وتذكرتك في الاتصال. الله اكبر الله اكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنت أقرأ والله القرآن الآن أن الله ذكر في القرآن الزكاة أكثر من 30 مرة، وذكر الصدقات والإنفاق في سبيل الله. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ ومثل الذين بارك ينفقون الله. أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. ثم أتيت بآيات كثيرة في الزكاة هذه الصدقات. أتيت قول الله تبارك وتعالى: إن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. وين خمس المكاسب يا سماحة السيد؟ حتى خمس الغنائم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الآية وين خمس المكاسب؟ لماذا لم يذكر خمس المكاسب سماحة السيد أبو علي في القرآن الكريم؟ كذب مرجعة. هاي كذب. الله أكبر. لا تنطي خمس بعد. لا تنطي خمس، اترك الخمس. الله اكبر. ايوه اصل انا لقيت روايه عند الزنديق لعنه الله محمد بن يعقوب الكليني الكذاب، زي ما انت قلت كاذب، في المجلد الاول صفحه 465 بيقول عند رئيس الكنسي قال ابو عبد الله: من اين دخل على الناس الزنا؟ قلت لا ادري جعلت فداك. قال: من قبل خمسنا اهل البيت. فالناس كلهم اولاد زنا في دينك الا لانهم لم يدفعوا الخمس. ايش هذا يا سيد ابو علي؟ دينكم مقزز قوي. بس انت قلت الخمس سرقه صح؟ احنا نطلب من عندك تعطينا معلومات احلى من هاي بعد. ان شاء الله هديك معلومات حلوه باذن الله. ما هديك معلومات حلوه، هديك معلومه حلوه. انت قلت الخمس كذب. انت عارف مين الكذاب؟ الشيطان السيستاني قبحه الله في كتاب في فتاويه هوت، فتاوى موقع المرجع السيء السيستاني هوت. في الفتاوى قال لك الخمس يقدم على الحج، الخمس يقدم على الحج يجب. وقال لك لو انت صليت بثياب لم تخمس تعيد الصلاه. يعني انت عمرك 81 سنه كما قلت لي يا سماحه السيد، بقالك 81 سنه وما خمستش لازم تعيد الصلاه 81 سنه. يعني عايز لك 160 سنه نعم. كمان. حياك الله. ده السيستاني، اوعى بارك تتبعه. الله فيك. اوعى تتبع السيستاني يا ابو علي. صار انا الك تبعك الك. اي والله انت تتبعني. انا السيد حيدر الموسوي عندي معلومات اكثر من السيد السيستاني، واقرا من القران كما قرات عليك ايات كثيره الان. اتبعني انا فاني لك نعم. ناصح امين. نعم. انا اريد تقرا لي ايه من ايات قران فاطمه. قران فاطمه؟ مصحف فاطمه؟ ايوه. ما مصحف فاطمه ده قال برضو الزنديق قبحه الله محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الكافر، في كتاب الكافي، قال ان الوحي بعد موت النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ينزل على فاطمه وجبرائيل، وكان ينزل عليها الوحي ويمليها وعلي يكتب، وهذا المسمى بمصحف فاطمه. بس ده لا يعتقد به الا الزنادقه، وانت راجل محترم ما تعتقدش بكده. ممكن تعطيني آية من قرآن فاطمة؟ ما الله اعلم. مع الامام الهارب، مع جفر الامام علي وقران فاطمه والمصحف الصحيح اخذوا وهرب. بس بيقول لك هيجي قريب، اهو بقى له 1200 سنه، ادوا له 400 سنه كمان ولا حاجه، ندي له فرصه ثانيه يمكن يعني يجي بيه. يبقى واخد كل حاجه معاه وهربان. حياك الله يا ابو علي. ابو علي والله دين مرقع خالص. بص عامل زي ثوب كده مرقع من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن. يبقى خلاص بقى ما ينفعش تلبس الثوب ده، ثوب سيء. فانا بقول لك بقى انجو بنفسك من هذا الدين يا ابو علي. والله انا احب لك الخير. انت زي بابا وماما وتيتا وجد، يعني انت عندك 81 سنه وانت عارف ان انا وانت اصدقاء. دخلت 82 صار اسبوع. 82 بقى لك اسبوع. اسال الله ان يشرح صدرك يا رب للاسلام، اسال الله ان يشرح صدرك للحق يا رب. هسه احنا نجي تنورنا يعني بمعلوماتك الطيبه. حياك الله. احنا نريد من عندك تنورنا.
ما انا بنورك اهو. اوعى تدفع الخمس، اتيتك من القران الان. الزكاه ذكرت اكثر من 30 مره في القران، الصدقات ذكرت، الانفاق في سبيل الله، خمس الغنائم، لكن خمس المكاسب اللي الشيعة بيكلموه ما كان اتصل بالمعممين برضه يا سيد ابو علي. يقوموا قايلين لنا ايه؟ ليس كل شيء مذكور في القران. يا عم طب ايه واحده زي ايات الانفاق اللي انا قراتها عليكم. انا فرحان، انا سعيد اني بتكلم معاك انك بدات تتغير وتترك هذا الدين يا ابو الله علي. يحفظك. سعيد ان انت بدات انا اسمع لك للاخر. انا سعيد، انا اسمع لك للاخر. انا سعيد. انت سعيد؟ اسمك ايه انت شنو اسمك؟ انا السيد حيدر الموسوي. يعني بيدلعوني خد يا واد يا سيد وانا صغير بقى وكده كانوا بيحبوا السيد حيدر. حياك الله. ابني مو اسم الفيس، اسمك انت، هذا اسم الفيس حيدر، سيد حيدر الموسوي اسم الفيس هذا. اما اسمك انت الله يحفظك. تمام. انا اي خالع باب كربلاء. خالع باب كربلاء. هم بيدلعوني كده برضه، لكن اسم الحقيقي ابو فاطمه. ابو فاطمه واسمك؟ انا ابنتي اسمها فاطمه والله. ابو فاطمه هذا الكنية ابو فاطمه، الاسم. انت تريد الاسم لا تريد الكنيه. ابو معاويه. ابو معاويه اسمك؟ اي والله عندي ابن اسمه معاويه ايضا. حياك الله. وعندي ابن اسمه محمد. الله يخليك. هؤلاء الثلاثه من الزوجه الاولى. ما قلت لي شو اسمهم الاول. الزوجه الثانيه ما عندي، ما هي واحده بس. بالله عليك بقى خلاص، بعد كده نتكلم انا وانت مكالمه طويله واحكي لك بقى قصتي اول ما رحت اتقدمت لام فاطمه والفرح كان فين وبتاع. هنحكي مع بعض الحاجات دي، بس خلينا نرجع انا وانت يا سيد ابو علي. انت راجل محترم وانا بحبك قوي لانك رجل عاقل وبتفكر. ليه الزكاه تذكر في القران عشرات الايات؟ الزكاه والانفاق في سبيل الله والصدقات وخمس الغنائم، ولم يذكر خمس المكاسب، لدرجه المرجع الشيطاني لعنه الله اللي لسه ميت، المرجع صادق الروحاني، بيقول لك لو قدم، يعني في مفروض السؤال الوديعه متعلقه للخمس ويجب دفعه قبل الذهاب للحج، ولو دار الامر بين دفع الخمس والحج قدم الاول الخمس، فالخمس مقدم على الحج. ومفيش ايات قرانيه عن الخمس، والحج مذكور في القران. واتموا الحج والعمره لله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. الحج اشهر معلومات، حتى الحج ذكر في اياته. وين خمس المكاسب يا ابو علي؟ وين خمس المكاسب؟ انا بحبك، انا سعيد قوي يا ابو علي، انا سعيد قوي. انت سعيد؟ نعم سعيد. انا اسعد. انت بتاكل ايه؟ انا اسعد منك. عايزين ناكل دولمه انا وانت مع بعض. دمله. كباب. عندكم دمله في العراق اسمها دمله ولا دولمه؟ مو دولمه. دمه. عندكم نيجي ناكل بريان انا وانت مع بعض، بس ما تتسنن بقى عشان تذبح لغير الله مش هاكل معاه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. الله يهديك يا رب، الله يهديك. انا سعيد قوي ابو علي انك رجل ما شاء الله بقالك 8 دقائق. اسالني عن اي شيء فانا افضل لك من السيستاني والله، لان انا اتكلم بالقران. السيستاني ما بيتكلمش خالص، يعني لا قران ولا اي حاجه خالص، يعني كده مش هتسمع صوته. انا استمع لاستاذي ابو معاويه. حياك. ابو فاطمه برضو، يعني انا عارف ان عجبك اسم معاويه لان الامام الحسن تنازل له عن الخلافه، لانه كان يرى انه يستطيع ان يقوم بامور الامه. لذلك لما تنازل الحسن لمعاويه انتشرت الفتوحات الاسلاميه جدا، ما كانش فيها بقى عيال متعه ولا السبابه اللعانه ولا عبيده هياكل عظميه ويجري ولا تعالى معايا نروح للقبر الفلاني ويشد الرحال للهيكل العظمي. ما كانش فيه بقى. اما الامام الحسن تنازل للامام معاويه. حياك الله. هل الإمامة شرط من شروط لا إله إلا الله يا سماحة بلاش السؤال ده. أنا سعيد أوي. أنت سعيد؟ أنا أسعد منك. الله يسعد. الله يشرح صدرك، الله يشرح صدرك. أنت تعرف سعيد جدا. أنت تعرف إن الحلاوة موالية؟ أبي عبد الله عليه السلام قال أنا أحب الحلاوة، قال أنا وشيعتي خلقنا من الحلاوة. يا راجل يا حلاوة. في رواية كده أنا وشيعتي خلقنا من الحلاوة، والإمام يحب الحلاوة. بس انت حلاوه بالسمسم كده يا مسمسم يا حلو يا ابو علي. الله يشرح صدرك والله يا جدو. انا اتمنى لك الخير يا جدو والله. والله انت جدع. انا خايف يشتمني زي المره اللي فاتت، عمل معايا كده وفي الاخر سبني سب بيطلع بصوا كده بس بيشتم عبر القاره. حياك الله يا ابو علي.
اجي العراق اهو كده بقى بوظنا الليل. اجي العراق عايز نرجع شاورما ابو علي، يعني ده انا حتى ده انا قاعد اقول لك حلاوه وبرياني وانت راجل حلاوه ومخلوق من الحلاوه، ينفع تقول لك العراق؟ احنا هالغيره وشهامه. انا اعرف ذلك، واعرف ان في عراقيين شيعة كثر لا يقبلون المتعة على نسائهم، ولا يقبلون يضربوا ويدفع الخمس رغما عن انوفهم للمرجع. انا اقول لك يا شيعي، وانا اسأل امام الله يوم القيامة، لا تدفع الخمس لاي مرجع. وانا اسأل عنك امام الله يوم القيامة، لماذا لم تدفع الخمس للمرجع؟ لماذا لم تدفع الخمس للوكيل؟ انا اقول لك يا شيعي، لا تدفع الخمس لاحد. نعم. الله يشرح صدرك. بارك الله فيك وفيكم. بارك الله فيك وفيكم ابو علي. بارك الله فيك اكثر. ما شاء الله. نعم حبيبي. أنا معي الآن شيعة يستمعون إليك، أنت في القناة عندي في بث مباشر، يستمع إليك المئات أو قد يكون الآلاف من السنة والشيعة، وفرحين إن أنت أقريت أن الخمس هذا من الكذب، وأن المتعة باطل، وأنك قريب من الحق ما شاء الله. وكثير من الشيعة بدأ إن شاء الله يترك هذا المعتقد ويسير على دربك إن شاء الله. نعم، بس أنا أريد من عندك تعطيني آية من قرآن فاطمة. ما هو قرآن فاطمة بقى مع الإمام الهارب، ما هو خايف من الشرطي العباسي. بالله عليك، عمرك شفت إمام خايف من الشرطي العباسي؟ شفت الخسة؟ ما هو مع القرآن الهارب. أما أنا أقول لك شغلة، يعني أنت شلون تثبت لي إن أكو عند قرآن عند فاطمة وأخذ الإمام الهارب وهرب؟ مصحف فاطمة مذكور في كتاب الكافي. وين؟ مصحف فاطمة مذكور في كتاب الكافي. نعم، مذكور في كتاب الكافي، أصح كتاب عند الشيعة. مصحف فاطمة اه عند الإمام الكافي، الإمام محمد بن يعقوب الكليني. زين، بعد خلينا اقراه لك، خلينا اقرا لك حاجه عنه. بص ده كتاب الكافر. خلينا اهو كتاب الكافر للشيخ الكليني، المجلد الاول صفحه 241، للناس يفكروا ان احنا بنكذب عليهم. قال ابو عبد الله عليه السلام: ان في الجفر الذي يذكرونه لما يسوءهم، لانهم لا يقولون الحق والحق فيه، فليخرجوا قضايا علي وفرائده ان كانوا صادقين، وسألوهم عن الخالات والعمات، وليخرجوا مصحف فاطمه عليه السلام مع الامام الهارب، فان فيه وصيه فاطمه عليه السلام، ومعه سلاح رسول الله الامام الهارب برضه. وبعدين في الروايه الثانيه ديت قال: سأل ابو عبد الله عليه السلام بعد اصحابه عن الجفر، فقال: هو جلد ثور مملوء علما. قال له: فالجامعة؟ قال: تلك صحيفة طولها 70 ذراعا في عرض الأديم مثل فخذ الفالج، فيها كل ما يحتاج إليه الناس. قال: حتى أرش الخدش. قال: فمصحف فاطمة عليه السلام. قال: فسكت طويلا ثم قال: إنكم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون. إن فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 75 يوم، وكان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرائيل عليه السلام يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويتعب نفسها، ويخبرها عن أبيها ومكانه، ويخبرها بما يكون في ذرياتها. اسمع، ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي عليه السلام يكتب ذلك. فهذا مصحف فاطمة. فأنا أقول مصحف فاطمة في دين الشيعة أحسن من مصحف الذي مع المسلمين. لماذا؟ لأن المصحف ذكر إلى ما يحدث لذرية فاطمة، يعني إلى آخر الزمان ذكر كل شيء، والمصحف ده لم يأتي بكل الحوادث إلى آخر الزمان مرتبة هكذا. تاني حاجة، كاتب المصحف هذا كان وحي من قبل من؟ من قبل جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومصحف فاطمة من قبل جبرائيل نزل على فاطمة. كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وليسوا بمعصومين، أما كاتب الوحي الذي كان ينزل على فاطمة هو علي بن أبي طالب. أهو بص: وكان علي عليه السلام يكتب ذلك. فكان علي عليه السلام يكتب ذلك. فمصحف فاطمة أفضل، لأن كاتب الوحي علي، وفي أحداث إلى يوم القيامة، والوحي من جبرائيل، بخلاف مصحف النبي لم يذكر كل ذلك. مصحف المسلمين والذي كتب الوحي هم صحابة وليسوا بمعصومين. ابو معاويه، هلا وغلا وميت مسهله. يا هلا يا ابو علي، انت لسه معايا؟ شفت المصحف؟ يا ريتك ما سالت عن مصحف فاطمه. ومع كل ذلك الامام تبعكم الهارب اخذ وهرب. حياك الله. تسنن بقى ابو معاويه، تسنن بقى يا ابو علي. احنا الامام مالنا اخذ الكتاب وهرب. ايه؟
يعني احنا هسه حاليا باي قرآن نتعامل؟ مع برضه محمد بكر المجلسي ما سبقش كده برضه، قال لك ايه؟ قال الامام سلام الله عليه: تعبدوا بهذا المصحف حتى يخرج الحجة. فالامام ابي عبد الله قال خلاص تعبدوا بالمصحف الغلط، فدينك بقى غلط يا الا يا عم بتصلي بالقرآن الغلط في دينك اهو. قلت لك تسنن بقى والله يا ابو علي، تسنن بقى، انا لك ناصح امين والله. هسه احنا نفتهم منك، مو بس تحكي انت، اعطينا مجال نفتهم منك. حياك الله، اتفضل. هسه احنا عندنا قرآن هاني لا علاقة به حاليا، ممكن تشوفه انت؟ نعم، هذا المصحف الذي تقرأ فيه حاليا هذا المصحف الذي جمعه عثمان بن عفان باعتراف علماء الشيعة، فقالوا لك لا ده مصحف ده خطأ، فتعبد به حتى يخرج الإمام الهارب بالمصحف الصحيح. طب يا أبو علي بقى، أنت عندك 82 سنة يعني رجلك والقبر، لو مت دلوقتي على المصحف اللي هم بيزعموا أنه خطأ، أنا أحييك يا أبو علي لأنك تتعبد بهذا المصحف، وأقول لك لا تسمع إلى أقوال هؤلاء الزنادقة سواء القم أو القلين أو المراجع، والقرآن الذي معنا هو قرآن صحيح، ولا تسمع لكلام المراجع. حياك، أنا سعيد يا أبو علي، سعيد. أنا عندي سؤال. سعيد أنت؟ هل تؤمنون بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ نعم. هل تؤمنون بحجة الوداع؟ نعم. لرسول الله؟ ها؟ نعم. ممكن تقرأ لي حجة الوداع؟ ما الخطبة للرسول تقرأ لي إياها؟ بدأ خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعدين بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة وملكت أيمانكم في أواخر حياته. وبعدين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالنساء، قال: استوصوا بالنساء خيرا. وبعدين القرآن ذكر لنا بيعة النساء، وما فيش حاجة اسمها بيعة الغدير. بيعة الغدير دي بالله واشرب ميتها يا أبو علي، لأن عندي كتاب نهج البلاغة للإمام علي سلام الله عليه لم يذكر لنا بيعة الغدير الذي تقولون بها. أنا سعيد يا أبو علي، وأنت سعيد؟ يعني بيعة الغدير كذب. كذب من برضه من اكاذيب المراجع والمعممين. انت تستطيع انك تجيب لي دليل ان الامام علي استدل ببيعة الغدير؟ انا عارف يا ابو علي ان الكلام ثقيل عليك، لان إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فانت يعني ماشي على دين الآباء، بس ان شاء الله هتهتدي على يد رامي عيسى ان شاء الله يا ابو علي، وتسيب دين الآباء وتتمسك بالقرآن. ابو معاوية، يا هلا وغلا. ابو معاوية، مرني تدلل يا بعد قلبي. خلال 8 عقود من عمرنا ربينا أغنام، ربينا طيور، ربينا أولاد، ربينا ببغاء، ربينا حمام، وعدنا بهايم، وعدنا بني آدمين، وعدنا عساكر، وعشنا مع ناس من مختلف الجنسيات والأطباع، ونسمع للناس على طول. نسمع من الطيب الطيب، ونسمع من الخبيث، وناخذ ونعطي بالحديث، وليس نخالد عليهم مثل الببغاء نتركهم بدون ما ينطقون اي كلمه. احسنت بقى يا ابو علي، بالله عليك انا عايز اسالك سؤال. انا الان رامي عيسى قرات عليك ايات كثيره من القران الكريم تنسف معتقد الاماميه، سواء في الامامه سواء في الخمس. يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله الى ان قال فبايعهن. فليه بيعه النسوان تذكر في القران وبيعه الغديره التي تزعم عنها لم تذكر في القران؟ يعني بيعه الغدير لو يعني احاديث الرسول كلها نزلت بالقران؟ ما فيش. ايوه هي دي النقطه اللي انا لسه قايلها دلوقتي. كل ما نسال معمم شيء ليس كل شيء مذكور في القران، ويفتح عينه كده. بالله يا ابو علي، يعني انا لما ذكرت لك الخمس المكاسب، جبت لك الزكاه ذكرت في القران، الانفاق في سبيل الله ذكر في القران، الصدقات ذكرت في القران، خمس المكاسب ذكر في القران، في خمس الغنائم ذكر في القرآن. وين خمس المكاسب؟ ليس كل شيء مذكور في القرآن. بيعة النساء ذكرت في القرآن. وين بيعة الغدير؟ ليس كل شيء مذكور في القرآن. زيد بن حارثة
ذكر في القرآن. الإمام علي ليس كل شيء مذكور في القرآن. عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى مذكورة في القرآن. عصمة آل البيت ليس كل شيء مذكور في القرآن. خمس المكاسب ليس كل شيء مذكور في القرآن. التقية ليس كل شيء مذكور في القرآن. هناخد بقى كل دين. هو انتوا كل دينكم مش موجود في القرآن؟ أبو معاوية احنا بقى عندنا مثل اللي مذكور من القرآن وعندنا اللي متواتر، مثل ما انت تاخذ من ابن تيمية، تاخذ من عمر بن الخطاب، تاخذ من خالد بن الوليد، تاخذ من صلاح الدين الايوبي، تاخذ من قادة عظام في التاريخ. اخذت ايه من صلاح الدين الايوبي؟ اسال الله ان يرزق الامه بمجاهد مثل صلاح الدين الايوبي. هذا اللي عزل هو دعس الفاطميين دعس الزنادقه الاول وبعدين حرر المسجد الاقصى. اسال الله ان يحرر المسجد الاقصى من دنس اليهود. اسال الله ان يرزقني والمسلمين جميعا، كل من يتابعني الان او كل من يراني حتى في التسجيل، ان يرزقنا صلاه في المسجد الاقصى قريبا. اللهم امين يا رب العالمين. خليك معايا بقى يا ابو علي بالله عليك. اللي انا عايز انصحك بيه يا ابو علي ان دين الشيعه الاثني عشريه دين ضعيف هش، يمشي على اقوال الاباء ولا يوجد أي دليل عليه من القرآن. ليش القرآن ده لا يخدم دينكم يا أبو علي؟ هرب، زعل أول ما قلت له صلاح الدين عن قاهر الروافض صلاح الدين الأيوبي. أسأل الله أن يرزق الأمة برجل كصلاح الدين الأيوبي. يا أبو علي بقى تسنن بقى، كان لازم المرة دي أكون شديد شوية يا أبو علي. كل مرة باخدك واحدة واحدة، والحمد لله شديد ما ثبتكش ولا شيء، بس بينت لها وأنت قعدت تتعرض ومن رب بهايم وبغبغانات وعادي لا يفرق معي. انت اما تسبني خلاص ما كتبش على صدري هذه السبه، عادي يعني ثبتوا من هو افضل مني ومن هم خير مني بمراحل. ثبتوا الانبياء كان زنديق حمير زكريا بطرس. لكن انا اقول يا ابو علي توبوا الى الله، عودوا الى الله، اني لك ناصح امين والله. صلى الله ان يهدي الشيعه وان ياخذ بايديهم الى نور التوحيد. الحكم لكل شيعه عقل استمع الى هذه المناظره.